بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباحكم مشرق بنور الله إن شاء الله. سنة سعيدة عليكم كده وأيام سعيدة إن شاء الله. والسنة 2023 تعود علينا، تيجي علينا بالخير والهنا والسرور. و2022 كده يروح لحاله بالحلو وبالوحش. خلاص بقى ما نفكروش فيه، وبداية جديدة كده، وكل واحد نفسه في حاجة ربنا يحققها له يا رب. تعالوا بقى كده نخش على الفيديو ونشوف احنا هنعمل ايه النهارده. هنا معايا دقيق عادي خالص، اي نوع دقيق انت بتحبي تستخدميه استخدميه. انا هعمل كيلو من الدقيق. بصراحة الاكواب المعيارية ديت طلعت حلوة، يعني بتخليني ان انا كيلو يبقى كيلو ونص يبقى كيلو ونص. ما شاء الله حلوة يعني. هي الكوباية ديت 250 جرام. هاخد منها 4 اكواب بمقدار كيلو. هنحللهم وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. بيتزا حلوة طرية وهشة وسهلة وبسيطة يعني، على حج يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده حطيت كيلو من الدقيق، وتعالوا نشوف احنا هنضيف عليه ايه. 3 4 ازاي يعني؟ كله روح الحضانة، انت قاعدة لي ليه؟ تعالى سجل معايا يلا. لا، تليفون. هنا هحط معلقتين سكر. دي طبعا عشان هي معلقة صغيرة خدت منها 4 معالق كده. وهحط برضو معلقتين من لبن البودر. يعني معلقتين كبار. هم 4 معالق صغيرين بمقام معلقتين كبار. وهحط شوية من الزعتر، مقدار معلقة صغيرة كده زعتر، عشان تبقى بيتزا ايطالي ايطالي. هنا حطيت معلقة بيكنج باودر عشان الجو برد يساعد معايا برضو في وبرغم ان دي ما كانتش في البرد بصراحة. دي ما كانتش في البرد. وحطيت كيس خميرة فورية. ربنا يصلح حال النت يعني. يبقى انا حطيت معلقتين من السكر، وحطيت معلقتين كبار من اللبن البودر، وحطيت كيس من الخميرة الفورية، ومعلقة بيكنج باودر صغيرة. انا قلت معلقتين من البودر، لا، معلقتين من اللبن البودر. و... ومعلقة بودر صغيرة، معلقتين من اللبن البودر كبار. وحطيت نص كوباية من الزيت. ومعايا بقى الحليب هو الدافي، وهحط على العجينة زي ما الكيلو الدقيق يستقبل معايا. يعني المادة السائلة ديت زي ما يستقبل معاك. عايزة تعجنيها بمية اعجنيها، مفيش مشكلة يا حبيبتي. دلوقتي اللبن بقى بشي وشويات. عايزة تعجني بمية اعجني بمية، ومفيش اي مشكلة. بس هو كان متوفر عندي فكده يعني. حطيت معايا اللبن دافي، حطيت كوبايتين، وضفت كوباية مية. يبقى الكيلو الدقيق خد معايا 3 كوبايات من المادة السائلة. حطيت كوبايتين من الحليب وكوباية مية. كل دي دافي عشان تنشط الخميرة معايا. دي كان بالليل، كنت عجناها بعد المغرب. ايوه شوفي العجينة معايا. انا بحب تكون المخبوزات والمعجنات ديت العجينة بتاعتها طرية شوية حلوة. كل ما تكون طرية معاكي تطلع لينة كده وحلوة ومستوية وهشة ومية مية. لكن لما بتبقى جامدة بتطلع ناشفة، وبتطلع مش هشة من جوه كده. هنا بقى هنعمل هنعمل تعصيقة الفراخ. يعني زي الشاورما كده، شاورمة فراخ. هنا معايا بصلتين هقطعهم جوليان كده، بسم الله ما شاء الله. احنا ارياف، ما احنا زي المدن. بتبقى الحاجة عندنا رخيصة شوية عن المدن، ما شاء الله احنا بقينا زي المدن واكتر. اللبن يعني كان الصيف الشتاء اللي فات كان ب8 جنيه. فلما غلى ب10. حبة لقيناه ب11. تاني يوم لقيناه ب12. ننام ونقوم نلاقوا الحاجة غالية. حطيت بقى، قطعت البصل اديته تشويحة كده. وحطيت برضك جرنين فلفل برضك قطعتهم كده برضك جوليان، كله جوليان صوابح كده. وبرضك الفراخ برضو معايا صوابح كده جوليان صغيرة كده، وشرايح يعني كده بالطول. بديلها بقى تشويحة، يعني بجنب البصل والفلفل في جوانب الطاسة كده. واحط شوية فراخ بشوية فراخ، يعني في قلب الطاسة كده تاخد لها صدمة قبل ما اقلبها في الخضار اللي انا حطاها. حطيت بقى ملح وفلفل، وحطيت بهارات مشكلة.
وهديلهم تجليبه كلك مع بعض. يا سلام يا سلام يا سلام. فالمهم بقى رايحه اجيب لبن امبارح. وخلاص سيبت بقى له شهرين كده او حوالي شهر ونص على 12 جنيه وحبه بقى 13. سيبت على كده، قلنا الحمد لله ده سيبت اهو. راح اجيبه لقيته ب 15 جنيه. اللهم صل على النبي. اللبن ب 15 جنيه. ربنا يرحمنا برحمته. ربنا يرحمنا برحمته بجد بجد بجد. اه يلا نطفشهم البلد. يلا بس نطفشهم البلد. طب بس نطفشوا فين؟ بتقول لي ماشي. عصقت بقى الفراخ وركنتها على ما تكون العجينه خمرت. معايا بقى الثلاث صواني اللي هم بتوع البيتزا والبسبوسه اللي انا كنت جايباهم دول. ما شاء الله عليهم، فرحانه بيهم جو حلوين. هقطع فيهم الكيلو الدقيق اللي انا عاملاه على 3 جرصات على حسب حجم الصينيه، كبير فاصغر فاصغر. هم بالتدريج الثلاث صواني. اسكتي يا سندي، اسكتي يا سندي. دهنت الصينيه زيت كده في حاجه مسحه بسيطه بس. وهقطعها اجرسها فيها على طول. اسيبها بس ترتاح دقيقتين 2. لقيتها ماشيه معاكي اشتغلي، مش ماشيه معاكي سيبها ترتاح دقيقتين 2 وبعدين بططيها. ما توجعيش دماغي، اسكتي. اصلا انا زهقانه من اللبن. انا رايحه اجيب اديت للبت 50 جنيه تجيب لي بقى لبن. عايزه اعمل جرس يعني وكده. بقول لها 3 كيلو. الكيلو على اساس بقى اللي هو ب 13 جنيه. قالت لي الكيلو بقى ب 15 يا حبيبتي. يعني مش مكملين 3 كيلو ب 45 جنيه. لا 3 كيلو ب 45 جنيه. مش مكملين 4 قصد. بططتها بقى. عايزه سمكها يعني سنتي، ما تخليهاش رقيقه قوي ولا تخينه قوي. ومش لاقيه شوكه اخرم بقى. مش عارفه الشوكه راحت فين. عايزه اطلع الشنطه اطلع منها شويه شوك. خرمتها بالسكينه كده. وهنا بقى انا كنت بالليل ومستعجله. والله انا مكسوفه اقول لكم دي كانت البيتزا بتاعت الرحله. والله مش عارفه انزلها من انقطاع النت. انا معايا فيديوهات يجي حوالي 20 فيديو على الموبايل. والله ما انا عارفه انزل. هنا بقى ده مش فاضيه بقى اللي انا اعمل صوص البيتزا. فعملت لها صلصه. صوص البيتزا طماطم وبصل وليمون طيبوهم على النار وزعتر. ليمون طماطم وتوم وبصل وطيبوهم على النار وتبردوهم شويه وتفرموهم في الخلاط وتديلهم غلوه على النار. هو ده. وشويه زعتر ورشه ملح ورشه فلفل اسمر. هنا بقى دهنت الصلصه ومعايا بقى جبنه موتزاريلا. هحط حبه كده فوق الصلصه على طول على العجينه مباشره كده. شويه من الجبنه. بقول لها اعمل لك مني. قالت لي ما تعمليش منهات، اعملي على طول يا ماما اللي انت هتعمليه. انا اصلا كنت هنا كنت خلاص شطبت. والله العظيم كنت شطبت. كنت واقفه من الساعه 2 الظهر لحد الساعه 8 بالليل في المطبخ. ده غير فتره الصبح كنت بعمل لهم الغد. ما تنسوش تحطوا لايك. ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. لايك كده واشتراك كده فرحوني. هنا بقى الحشوه. هحط بصراحه بتاعت الفراخ بتبقى حلوه عن اللحمه. اللحمه لما بتعصجيها تحس ان هي مش باينه فيها. بعد ما بتستوي كده مش باينه فيها. لكن التونه والجمبري جمبري يا عايده الدنيا مولعه نار. مشوا حالكم بالفراخ البيضه. اللي عنده كده صدر فرخه واعملي دي كان صدر. انت عايزه ايه تحطيه في الشاحن؟ انت شاغله بالك ليه بالتليفون؟ ومعايا بقى فلفل. طبعا اللي ولاده مش بيحبوا الطماطم على وشها وكده ممكن تحط الحشوه بتاعتها اللي انت هتحشيها لها. وبلاش طماطم وبلاش فلفل. يكفي الحشوه والزيتون وخلاص. طبعا كله بيحب الزيتون. فانا برضك ما كترتش جو. كم شريحه كده اهو. رصي. وهاتلنا بقى الزيتون. حط بقى زيتون. غرجيها زيتون. طبعا انا مش حاطه جبنه على الوش لان انا لو حطيت الجبنه على الوش ودخلتها الفرن
هتنشف، انا مش عايزاها تنشف، خليها بقى ادخلها في الفرن تستوي 3/4 سوا، واخر دقيقتين 3 اجي حاطه الجبنه. هاتي كده وريني، هاتي كده هاتي. طب هاتي التليفون كده انك هتنزلي حاجات. طب اسكتي. ماشي. طيب ماشي. لا ما تحطوش في الشاحن، انا مستغنيه عن خدمات. قومي شوفي لك شغلانه. خلاص بقى هدخلها في الفرن على درجه حراره عاليه في الاول، يعني هي ما بتاخدش حوالي عن 10 دقايق 12 دقيقه، حوالي 5 دقايق كده على نار عاليه، وبعد كده هفضلها النار من تحت بس، انا بولع لها يعني ايه من تحت بس، وبعد كده باجي فاتحه بقى الشوايه بقى ايه تاخد وتدي كده، يعني هي بتغيبش في الفرن كله على بعض ربع ساعه. ادي لها 5 دقايق من تحت، وبعد كده افتحي لها الشوايه تاخد لون معاكي، وطلعيها حط الجبنه على ما تسيح وخلاص كده. شوفي ما شاء الله طريه ومية مية. اقطع بقى. مش عارفه جالي رساله كده من على واتش ولا اسمها ايه ديت، انا لله وانا اليه راجعون، مش عارفه مين. هنا بقى شوفي البيتزا طريه وحلوه وهشه، ولونها من تحت مفيش بعد كده، ومية مية. طبعا بقى هطلع لهم صينيه صينيتين كده، صينيه يتعشوا بيها، وصينيه احطها، وصينيه للصبح للمدارس يعني وكده. هقطعها كلها بقى بس بصراحه حلوه حلوه يعني. طبعا العيال بيحبوا الحاجات دي موت، العيال بيحبوا البيتزا والبرجر وكل الحاجات دي. يا رب رخيها علينا يا رب. انا كنت مربيه شويه فراخ، والله العظيم انا كنت مملحقه اجيب عليها كل يوم. شوفوا بقول لكم لونها حلو ومتحمر ومية مية. اتمنى ان الفيديو تكون بتعجبكم وتكون سهله وخفيفه على قلبكم. متنسوش تحطوا لايك. استودعتكم لله، والسلام عليكم ورحمه